السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة بالمغرب. سنعطيكم موجز إخباري إن شاء الله، فلا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يشهد المغرب غدا الاثنين أجواء غير مستقرة نسبيا، مع نزول أمطار وزخات رعدية متفرقة في عدد من المناطق. الأمطار ستهم أساسا مناطق الريف مثل الحسيمة وتطوان وشفشاون، إضافة إلى الواجهة المتوسطية خصوصا الناظور والمضيق إفندق، كما ستسجل زخات محلية قوية بالمناطق الجبلية من الأطلس الكبير والمتوسط، تشمل مدن مراكش، أزيلال، خنيفرة وبني ملال. في منطقة السايس وهضاب الفوسفات وويلماس ستشهد مدن فاس، مكناس، خريبكة والرباط زخات متفرقة خصوصا بعد الزوال، ومن المنتظر أن تطال بعض التساقطات الضعيفة السواحل بين طنجة والجديدة. بالمقابل ستظل الأجواء مستقرة وصافية إلى قليلة السحب في الجنوب الشرقي، الرشيدية وورزازات وزقورة، وكذا في الأقاليم الجنوبية العيون، الدخلة، وادي الذهب. الرياح ستكون معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية، خصوصا بين آسفي وطرفاية، مع إمكانية إثارة غبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ستتراوح بين 14 و19 درجة بالمرتفعات، وبين 20 و26 درجة بالسهول والجنوب. أما القصوى فستتراوح بين 22 و27 درجة في المناطق الجبلية والريف، وبين 30 و33 درجة بالمناطق الداخلية، وقد تصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب. أما البحر فسيكون قليل الهيجان إلى معتدل بالواجهة المتوسطية والسواحل الشمالية، ومعتدل إلى قوي الهيجان بالسواحل الوسطى والجنوبية.